كل مرحلة من مراحل التوضيب تخضع لجملة من إجراءات التفتيش والمراقبة. تتم مراعاة جملة من المبادئ التقنية تحت إشراف إطارات مختصين ومؤهلين. توضيب المشحونات الثقيلة كالتي نشاهد عملية تستلزم مجهودا مضاعفا ومهارات وخبرات كبيرة، كما تتطلب مظلات عملاقة تصل مساحتها إلى أكثر من 700 متر مربع، وتتطلب أيضا تجهيزات أخرى كأجهزة الفصل والتوازن ومنصات الإنزال التي يمكن أن تتجاوز حمولتها المنزلة 7 أطنان. قبل أي عملية إنزال يجتمع الضباط والإطارات المعنيون بالعملية في اجتماع تحضيري يتم خلاله توزيع المهام بدقة والتطرق إلى كل التفاصيل المتعلقة بالمهمة بغرض التحضير الجيد وتفادي الأخطاء. في واقع الأمر عملية الإنزال من الجو هي نتاج عمل مشترك بين أفراد وحدات التسليم من الجو التابعة للقوات البرية وأطقم طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية. نجاح هذه العمليات مرهون إلى حد كبير بمدى التنسيق والتعاون بين طاقم الطائرة المنفذة للمهمة وأفراد وحدة التسليم من الجو، وهو ما لاحظناه في هذه الاجتماعات التنسيقية التي تسبق كل عمليات الإنزال من الجو. للوقوف عن كثب على مهام الإنزال من الجو ندعوكم لتتابعوا معنا تمارين إنزال حقيقية للأفراد والمعدات نفذها أفراد السرية بكل مهنية وكفاءة. تفتيش المظليين قبل الصعود للطائرة أمر أكثر من ضروري، حيث تتم مراقبة الوضعية الصحيحة للمظلات والسلاح والتأكد من تطبيق كل احتياطات الأمن والتقيد بالتعليمات، وذلك حرصا على سلامة الأفراد. ويقوم بهذا الدور الهام والحساس إطارات من ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال. تعتبر المرحلة هذه المرحلة النهائية للتفتيش للمظلي. نفتش المظلة الرئيسية الأولى، بعد المظلة الاحتياطية وضعية السلاح في حالة قتال وحقيبة الميدان. يعتبر المظلي جاهز للقفز الآن. الفصيلة جاهزة للقيام بتمرين يتمثل في تأمين منطقة الإنزال، تأشير المنطقة، ثم يليها تقييم الوضع بالمنطقة وإعطاء المعطيات الأولية للقيادة من أجل القيام بإنزال المعدات التي يتم استقبالها من طرف أفراد الفصيلة. كعادتهم وبكل حماس يتجه هؤلاء المظليون نحو مهمتهم بخطى ثابتة تنم عن قناعة راسخة وإيمان عميق بنبل المهام التي يقومون بها. مثل هذه التمارين البيانية تتم برمجتها بصفة دورية وفقا للتوجيهة السنوية للتحضير القتالي الصادرة عن قيادة القوات البرية، وتهدف إلى الرفع من الجاهزية القتالية للأفراد وتطوير هذا التمرين الذي نشاهد يتمثل في إنزال فصيلة مظليين بهدف تأمين منطقة الإنزال واستلام عتاد ومعدات قتالية سيتم إنزالها لاحقا لدعم القوات الصديقة المقحمة في قوام المعركة.
شجاعة وثقة بالنفس لمسناها لدى أفراد الفصيلة، مما يعكس جاهزيتهم القتالية العالية التي تعود بلا شك إلى التدريبات الجادة والمتواصلة التي تميز يومياتهم. مباشرة بعد إنزالها تباشر فصيلة المظليين أعمالها بدءا بتأشير منطقة الإنزال وإرسال المعطيات الأولية حولها في انتظار استقبال المعدات العسكرية التي سيتم إنزالها جوا في وقت لاحق. بعدما أتممت عملية القفز بنجاح، أنا الآن مستعد من أجل تنفيذ المهمة الموالية والتي تتمثل في تأشيرة منطقة الإنزال من أجل استقبال مشحون. في هذه الأثناء وبعيدا عن منطقة الإنزال يقوم أفراد آخرون بوضع اللمسات الأخيرة للجزء الآخر من المهمة، وهو تحضير العتاد العسكري وشحنه على متن الطائرات ليتم إنزاله جوا. بعد عملية توظيف العربة الخفيفة على متن المنصة الخاصة بالمشحونات الثقيلة نقوم بشحنها على متن الطائرة إليوشن 76 بهدف إنزالها بالمنطقة المخصصة حسب المهمة المطلوبة. التنسيق بين طاقم طائرات النقل العسكري وأفراد سرية التسليم من الجو يظهر جليا أثناء عمليات التفتيش المشتركة للمشحونات قبل وبعد شحنها في الطائرة، وذلك للتأكد من صحة عملية التوظيف ومدى مطابقتها للمقاييس المعمول بها. نحن بصدد القيام بالمرحلة الأولى للتفتيش المشترك للمشحونات بين مسؤول تفتيش لسرية التسليم من الجو ومسؤول شحن الطائرة. بعدها يتم تحميل المشحونات داخل الطائرة، ثم نشرع في المرحلة التي يتم بعدها إمضاء وثيقة الصعود من الطرفين. بعد عملية شحن العتاد المجهز للإنزال وإتمام كل إجراءات المراقبة والتفتيش المشترك على المتن، تغادر طائرات النقل لمواصلة المهمة وإنزال العتاد في منطقة الإنزال التي هي الآن تحت حماية فصيلة المظليين المنزلة سابقا. مباشرة بعد تلقي الإشارة يتم إنزال الشحنة الأولى من العتاد في المنطقة المحددة. بعد لحظات قليلة ستعطى الإشارة للطائرة الثانية لإنزال الشحنة المتبقية والمتمثلة في مقطورة محملة بخزان للمياه وعربة عسكرية محملة بالعتاد والذخيرة. الإنزال تمت بنجاح كبير يعكس التحكم الجيد والمستوى الراقي الذي بلغه أفراد سرية التسليم من الجو وأطقم طائرات النقل العسكري في تنفيذ مثل هذه المهام.
التمرين التالي الذي حضرناه رفقة أفراد سرية التسليم من الجو كان إنزالا حقيقيا أيضا، ولكن هذه المرة بهدف التدرب على كيفية التدخل أثناء الكوارث الطبيعية من أجل نجدة المنكوبين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. سيناريو التمرين الثاني يتمثل في إنزال مختلط لرجال ومعدات في الوقت نفسه. القفز المختلط يتمثل في إنزال المشحونات متبوع مباشرة بإنزال الأفراد. الآن نحن بغرض تنفيذ إنزال مختلط بهدف تأمين المشحونات التي يتم إنزالها بغرض تدعيم القوات الموجودة على الأرض والمتدخلة في إطار إنساني أثناء حدوث كارثة طبيعية من أجل مساعدتها في المهمة وإسنادها بالعتاد والمأوى. في هذه اللحظات الحاسمة كل الجهود مركزة لتحقيق هدف واحد: تنفيذ المهمة بإتقان ونجاح. لكون منطقة الإنزال لهذه المهمة مؤمنة ولا وجود لأي خطر معاد قد يهدد الطيران المنخفض، فإن الإنزال في مثل هذه الحالات شيء كان على ما يرام، وتم بالكفاءة والدقة المطلوبة، حيث تم إنزال كل الأفراد والمشحونات في المنطقة المحددة والتوقيت المناسب حسب ما كان مبرمجا تماما. تمت عملية الإنزال بنجاح على علو 400 متر، كما تم إنزال مجموعة من طرود على علو 150 متر وتمت بنجاح أيضا. لعل أهم ما لمسناه خلال مرافقتنا لهؤلاء الرجال أثناء أداء مهامهم هو الصرامة الكبيرة والانضباط المثالي الذي يتميزون به والذي هو سر نجاحهم. إنهم رجال لا يعرفون الخوف ولا التردد، هم في استعداد دائم للقيام بأصعب المهام في أقصى الظروف، رجال وهبوا أنفسهم للوطن، كلهم شجاعة وصبر وإيمان، مستعدون للتضحية بأنفسهم في سبيل أداء واجبهم المقدس على أكمل وجه.